تمرين سبليت سكوات او بلغاريان سكوات. التمرين اللي بيستهدف عضله الكوادز والجلوتس، ولكن حسب وقفتك تقدر تخلي التركيز اكتر على كل عضله. تعال الاول نبدا بالاداء الصحيح. هتروح على جهاز الاكستنشن وتخلي الستاند بتاعته ما يقارب تحت الركبه بتاعتك بانشاد. اقعد على الستاند وقف على رجلك الاماميه حسب المسافه الافضل ليك. خلي باطن القدم في الرجل الخلفيه تكون على الستاند. كمان الستاند ده بيلف فهيريحك وانت بتنزل وبتطلع احسن من البنش. قدم الرجل ثابت في الارض لان ده هيبقى قوتك كله طالعه منه. علشان تعمل ده هتثبت كعب رجلك، صابع رجلك الكبير وصابع رجلك الصغير، وتعمل لهم كونتراكتس علشان تثبت رجلك في الارض كويس جدا. الهيب هتعمل لها روتيت انورد بالشكل ده علشان مهم جدا لوضعيه جسمك والثبات. المسافه بين رجلك بتحدد التركيز الاكبر على اي العضلات المستهدفه، لكن في كلتا الحالتين الاتنين شغالين. بس لو حابب تركز على الكوادس اكتر بيبقى المسافه بين رجلك ضيقه، زي ظهرك مستقيم عمودي على رجلك وانت طالع وانت نازل، بمعنى تورسو ابرايت. الركبه بتعدي قدم الرجل الاماميه، وبكده تبقى ركزت على الكوادس. اما لو حابب تركز على الجلوتس فبتبقى المسافه اوسع شويه، ظهرك بيكون مايل لقدام على قدم رجلك، تورسو لينين فورورد. الركبه لا تتجاوز القدم الاماميه. بتمسك الدمبل وتخلي الدمبل بين مسافه رجلك وركبتك، ما يعديش لقدام ولا يرجع لورا. بص لتحت وانزل اعمل فول اكستنشن للرجل الاماميه وهيب فليكشن كامل بحيث ان ركبتك تكاد تلمس الارض. ولو مش بتعرف تتمرن النسخه دي من التمرين فاستنى الفيديو الجاي لتمرين اللانجز العادي. ولو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل السوبر سيت لايك في كومنت، مش خساره فيا.